بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. طبعا النهارده هنعمل حاجة برضو، يعني هي مش تقيلة، برضو حاجة خفيفة من اللي هي بتخلص بسرعة دي، ونطلع من المطبخ ونجري. بس النهارده انا صراحة كنت هعمل الأكلة دي، اللي هي الوراك في صينية تحتها بطاطس بس يعني. لكن انا طبعا لقيت عندي شوربه، انا اصلا عندي شوربه على طول في الفريزر. بتفيد مني اي شوربه بحطها في كيسه، احطها في الفريزر بتنفعني في وقت زي ده. طبعا دي وراك بيضه، فانا ما بطبخش على الوراك البيضه. فكان عندي شوربه، فحبيت ان انا بقى اعمل حاجه جنبها تبقى اكلتين كده وتبقى حاجه مشبعه، فعملت ملوخيه بس بالشوربه اللي انا شايلاها. فطبعا انا عملت صينيه البطاطس ديت. هنعمل النهارده صينيه البطاطس اللي هي بالوراك في منتهى الجمال، وبتبقى طعمها جميل جدا، وبتبقى الحاجات اللي تحتها دي بتتاكل اكتر من الوراك طبعا. انا جبت هنا بطاطسايه كبيره قوي، لان انا كنت هعمل حاجه جنبها، فما كترتش صراحه، عملت صينيه صغيره يعني. بطاطسايه كبيره وبصلايه كبيره برضو، وكم طماطمايه كده عشان الطماطم كانت صغيره عندي. قطعتهم كلهم ترانشات. والبطاطس يعني يا ريت نطخنها سنه، انا رفعت مني سنه يعني كده، تخنها اكتر من كده شويه كمان، علشان خاطر بتتهرق فبتلزق في الارض. فطبعا احنا عايزين البطاطس دي لان طعمها جميل جدا، فاحنا نطخنها شويه عشان خاطر بتستوي بسرعه البطاطس الايام دي. انا حطيتها وحطيت عليها ورق لوري، وحطيت عليها بهارات فراخ، وحطيت ملح وفلفل اسمر، وحطيت مرقه، وبابريكا، شويه بابريكا. ودعكتهم جامد جدا، البصل والحاجات دي في الحاجات دي كويس. وبعدين جبت الفراخ الوراك برضو، كنت مقطعاها كده الدبابيس لوحدها والكده لوحدها. قطعتها، عملت فيها شقات كده، وعملت منها يعني بقيت ادهنها بالبصل والطماطم اللي محطوطين في الصينيه تحت، لان هم اصلا فيهم بهارات كتير. وبعدين حطيتها فوق الوش برضو شويه بابريكا تاني، وملح وفلفل اسمر، نفس البهارات اللي حطيناها على الخضار تحت. بنحطها تاني على بتاع ده اللي على الفراخ. وبنحاول نقعد يعني نعمل لها زي مسياج كده بايدينا كويس، عشان البهارات تخش في اللحمه بتاع الفراخ، وتخش في الفتحات اللي احنا فاتحينها. ونحطها على النار، بنحط عليها زي كوبايه ميه كبيره، او كوبايه ونص يعني زي ما انت عايزه تلاقيها استوت، فممكن تزودي بعد كده الميه بس لو ما استوتش. لكن انت تحطي الميه دي كميتها كويسه، يعني كده كوبايه او كوبايه ونص. وبنحطها شويه فوق تغلي كويس، يعني زي 5 دقايق او 10 دقايق تغلي فوق. بعدين بنحطها في الفرن عشان بعد كده تاخد لون. بنشيل من عليها الغطا وبنحطها، بنسيبها تحت الشوايه فتاخد لون. وهنعمل ده جنبها رز ابيض. انا نسيت اقول لك انك انت لو اول مره تشوفيني، يا ريت تشتركي في القناه، وتدوسي زر الجرس، وتدوسي على كلمه الكل عشان يوصلك مني كل جديد، وتدوسي لايك عشان الفيديو يرتفع. احنا دلوقتي هنعمل جنبها رز ابيض. عادي خالص، الرز الابيض بنحط الماده الدهنيه، زيت، سمنه، زبده، زي ما انت عايزه. وبنحط عليها الميه، مقدار الرز هو مقدار الميه، لان ده الرز المصري. وبرضو الملح بحط مقدار الرز زي كوبايه، معلقه صغيره، انا عاملاها كده على طول. كوبايتين معلقتين الملح. وبنسيبها على النار، واول ما تغلي بنحطها على النار الواطيه. طبعا حاجه سهله قوي الرز ده، واكيد كلنا عارفينه. وبعد كده هنبتدي نعمل بقى الحاجه التانية اللي احنا هنعملها، هي الملوخيه. لان انا الملوخيه ديت يعني اكلها جنب اي حاجه، وممكن اكلها من غير فراخ ومن غير لحمه اي حاجه. طبعا الايام دي الملوخيه جميله جدا في السوق، فانا بحب اكلها يعني قوي في اي اكله. فانا قلت اعمل جنب صينيه البطاطس دي حبه ملوخيه بالشوربه اللي عندي في الفريزر. طلعت الشوربه الفريزر، ولما سخنت ابتديت اعمل الملوخيه. انا بغسل الملوخيه، وما بغسلها بحط فيها خل، شويه خل، وهي بتترقد. طبعا ده بيقتل الجراثيم، واي حاجه خضراء يستحسن تحطي معاها خل.
لان الخل بينضفها كويس وبيقتل اي حاجه فيها. وانا في حاجتين لسه ما تطورتش فيهم، مش حاسه ان انا هتطور فيهم ابدا، ان انا اخرط الملوخيه ما اضربهاش في الكبه اسفه، وان انا ادق التوم في الهون. الحاجتين دول انا مش عايزه اغيرهم خالص. انا ما بحسش ان اللي هو التوم ليه طعم لو اتضرب في الكبه، وملوخيه في الكبه بتبقى مش عجباني صراحه، غير بقى لما تكون مفرزه. وهنعملها مع بعض ان شاء الله مره، افرزها لكم، طريقتها حلوه قوي في التفريز بعملها. لكن في العادي انا لازم اخرطها بالمخرطه، والثوم لازم ادقه بالهون. حاجتين مش هتطور بيهم ابدا. وبعدين بنحط هنا شويه سمنه، حطينا الملوخيه في الشوربه، ونحط شويه سمنه ونحط عليهم التومه، واول ما التومه تصفر بنقوم حاطينها على الملوخيه. انا بقى بعمل الحركه دي لان الحركه دي على فكره بتعمل الملوخيه طعم جميل جدا، بتتقلب كويس قوي من غير ما تقلبيها، مهما قلبتيها بالمعلقه بتتقلبش غير كده بالطريقه دي، بتيجي اللي تحت فوق واللي فوق تحت، وبتختلط كلها ببعض، وما بيبقاش فيها فوق الوش ريم، وبتبقى جميله جدا. جربيها مش هتبطلي تعمليها. ودي صينيه الفراخ. وده الاكل بتاعنا، الفراخ والملوخيه والبطاطس دي بتبقى جميله قوي، والفلفل اللي انا مخللاه. وجربوها هتعجبكم ان شاء الله، وبالهنا والشفا، وان شاء الله تعجبكم واكون في التكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.